لقيت شنطه مليانه فلوس. ايوه، قال لي يا عم سيد احنا عارفينك انت راجل محترم، وكلنا في المطار هنا بنشكر فيك وراجل محترم فعلا جدا. قلت له الله يبارك فيك يا فندم. ما حدش من زمايلك اللي في الشركه قال لك يا عم سيد حرام عليك، ده الشنطه دي كانت تبدل حالنا، كنا نصصنا بالنص انا وانت، ولا ما حدش لامك يعني؟ لا يا فندم، انا لما لقيت الشنطه ما حدش كان شايفني غير ربنا سبحانه وتعالى. وزمايلك بعد كده لما عرفوا ما اتضايقوش منك؟ لا، زمايلي بالعكس فرحوا. فرحوا. يعني انت يعني النموذج ده موجود اصلا كل اللي شغالين جوه هنا. يعني يمكن السؤال ارجع لحضرتك برضو استاذ احمد، في ناس كتيره قوي بتربط ما بين الفقر والحاجه والاخلاق، ان ممكن يكون واحد فقير فمجرد ان هو فقير او ما عندوش المال ان ممكن يمد ايده او ممكن يحصل حاجه. النهارده عم سيد يعني دليل قاطع ان الاخلاق ملهاش دعوه ابدا، واحد بياخد 500 جنيه او واحد بياخد 100,000 جنيه وبيسرق، يعني ملهاش دعوه. انتوا شفتوا الحكايه دي ازاي الاول عندكم في المطار؟ هو كتير حضرتك بيحصل عندنا حاجات زي كده، وناس بتنسى الحاجات بتاعتها، اذا كان ذهب مثلا عند الحوض بتاع حمام سيدات او كده، او فلوس بتلاقي، او شنط او والناس بترجعها فعلا للشرطه عندنا او امن الطيران المدني عندنا، وبيسلمها وبيعمل بيها محضر وبيسلمها للراكب. كتير حصل قبل كده. حصلت قبل كده كتير. حصل قبل كده. اكبر رقم كان هم 168,000 ريال؟ اكتر. واحب اصحح لانه كان في $5,000 ولفتين ذهب مع ال 168,000 ريال. يعني كان في 168,000 ريال و5,000 دولار ولفتين ذهب. ما شاء الله. الراكب ده مصري؟ مصري. لما هو رجع بقى ولا ايه اللي حصل؟ الضابط طبعا لما خد الشنطه مني وقعد يعد في الفلوس، فصاحب الشنطه جاء من بره يقول الشنطه راحت شقايه وشقا الناس راح. ده هو داخل المطار بقى الحقوني الحقوني الشنطه راحت، فلوس الناس راحت، شقا الناس راح. فالضابط وانا قلنا تعالى يا حج فلوسك موجوده. عمل ايه في اللحظه دي؟ طبعا دخل جوا، لما مجرد ما بص على الفلوس كده وشافها، فالضابط بيقول له عم السيد القي الشنطه بتاعتك اهي. فالراجل قاعد يحب على راسي ومتشكرين لي. قلت له حج ما تركبنيش ذنبك وتحبش على راسي. شوف انت فلوسك كام يا حج؟ قال لي انا مش فاكر فلوسي كام. قلت له لا، لازم تقول فلوسي كام عشان تستلم فلوسك بالعدد. فالضابط طبعا انا لما سالته السؤال عدي، راح الضابط ساله قال له كام يا حج فلوسك؟ قال له مش عارف. فهو الشنطه اللي انا لقيتها دي فيها ورقه كاتب فيها المبلغ بتاعها كله. سبحان الله. يعني هو كمان كاتب جوه الورقه في الشنطه محطوطه اللي فيها قد كذا. فهو طلع الورقه من الشنطه واعطاها للضابط، فقال له فالضابط اخذها من يده وركنها. قلت له يا فندم بعد اذنك اقرا الورقه عشان تسلم الفلوس. فالضابط برضه راح قاري الورقه وسلم الفلوس، خدها ودخل بيه جوا عند رئيس المباحث، عمل له محضر استلام ومضى عليه واعطى له الفلوس بتاعته وقال له حاج اتفضل فلوسك. رفضت المكافأة ليه؟ رفضت المكافأة ليه؟ عشان خاطر ان هو جاي بيقول دي فلوس ناس، فالضابط بيسأله بيقول له غاجل لي 10% من قيمة المبلغ اللي هو القيه. فقال له دي فلوس ناس وانا يعني ما نحتكمش على حاجة فيها ودي فلوس ناس. فانا قلت للضابط قلت له يا باشا خلاص هو هيقول له فلوس ناس وربي يديني ناخذ منه حاجه انا ما مسامحش فيها هو. الله عليك. هتحصل لي انا حاجه او عيالي هتحصل لهم حاجه، فالله هو الغني عنها وخليه ياخذ فلوسه. الله عليك يا عم سيد والله. يعني خد فلوسه واتكل على الله مشي. رجعت البيت؟ رجعت البيت. ومراتك عرفت بالحكايه؟ عرفت. قول لي بقى، يعني ممكن دلوقتي يبقى رد فعلها كان عامل زي الناس ممكن تتخيل ايه دلوقتي؟ يعني انت حكيت لها الاول؟ حكيت لها. قلت لها ايه؟ وقلت لها انا طالع الم عربيات برا ولقيت شنطه في الساحه مليانه فلوس والمبلغ فيها كبير. قالت لك ايه بقى في اللحظه دي؟ فهي قالت لي طب انت وديتها فين؟ قلت لها انا سلمتها للضابط والطيران المدني وامن المطار وخدوها وجا صاحبها استلمها. قالت لي احسن حاجه ان انت عملت كده وعطيتها لاصحابها. الطيبون للطيبات والله. فقالت لي الحمد لله ان انت يعني انا قالت لي نثق فيك وعارفاك ان يعني ما حدش شافك او الشيطان ما قالكش هات الحاجه دي وتعالى. فالحمد لله ان انت سلمتها وربنا يبارك لنا فيها في القرش الحلال وفي عيالنا. نحييها بقى على الهوا برضو كمان النهارده، احنا بنوجه لها التحيه ونقول لها انت يعني فعلا وراء كل راجل عظيم امراه. الراجل ده راجل عظيم، يعني الراجل ده عم سيد انت بجد راجل فخر. كل مصري قاعد دلوقتي بيتفرج علينا على التلفزيون.